الا ما كاينش حوش معاك البليغات ديال الزنجلال وكيجيوك قاصحين، تبع معايا هذا الفيديو. كيجيو لذاذ هشاش وفي نفس الوقت مقرمشين، ضروري تجربوهم بهذه الطريقه. وكندير 4 كيسان ديال الدقيق، 3 كيسان ديال الزنجلال اللي ما محمرش، معلقه كبيره ديال القرفه، معلقه كبيره ما بين النافع وحبه حلاوه مطحونين، 3 المعالق كبار ديال الزيت، 4 المعالق كبار ديال الزبده دايبه، صفر بيضه وحده وشويه ديال الملح، خماره وحده اللي كتوزن 8 غرام، وكاس ديال المزهر. وكنجمع العجينه بالماء. وباش ما يجيوكمش البليغات قاصحين ضروري تضيفوا معلقه كبيره ديال الخل. العجينه ما خاصهاش تجي رطبه بزاف وما خاصهاش تجي قاصحه، خاصها تجي عاديه كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيديو. كنخلي العجينه ترتاح على الاقل واحد نص ساعه، عاد كنبدا نشكل فيها بهذه الطريقه كيف ما هو موضح لكم في الفيديو. كيف ما تقدروا ديروا اي شكل بغيتو، يا اما الشكل الاول ديال البليغات او لهذا الشكل. كنخليهم ينشفوا واحد شويه، من بعد كندوز نقليهم. الزيت كتكون سخونه من قبل والعافيه كتكون مهيله. كنخليهم يطيبوا على خاطرهم، من بعد كنديرهم في العسل اللي تكون بارده. هذا العسل اللي